عاملين ايه يا جماعة من امبارح للنهاردة؟ المفروض ان احنا كان عندنا تحدي كده جميل ولذيذ، والمفروض ان احنا كنا هنشتغل فيه. اللي ابتدى التحدي يقول لي، واللي لسه ما ابتديش يقول لي هنبتدي امتى ان شاء الله. آه طيب، تعالوا اقول لكم انا الاول ايه اللي حصل معايا. زي ما انا قلت لكم امبارح ان انا هبتدي معاكم التحدي، وهبتدي علشان الكام كيلو كده اللي احنا بنتكلم عنهم دول نخلصهم بدري بدري، ونبتدي بداية سعيدة لذيذة كده من اول للاخر. اول السنة كده كل سنة وانتم طيبين. انا ابتديت التحدي وتمام جدا جدا، وابتديت ان انا منعت العيش والرز والمكرونه. انا اصلا متعوده على كده فما عنديش مشكله في الموضوع ده، والسكر كده كده ما باخدوش فما عنديش برضو مشكله في الموضوع ده. طيب، آه بنعمل ايه بقى؟ طبعا انا كنت جات فتره كده وابتديت الدنيا تبتدي تعك معايا زي ما بنقول كده، وابتدت الحياه مش الطف حاجه، وابتدى انا عندي لسه فكره البيتزا انا بحبها قوي. ف ابتديت ان انا اخد منها في كل اسبوع تقريبا او كل اسبوعين او حاجه، فبرضه كانت كتير بالنسبه ليا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا وقفت الدنيا دي كلها بقالي 3 ايام تقريبا، ومن اول امبارح ان شاء الله، من اول النهارده ان شاء الله مفيش رز، مفيش عيش، مفيش مكرونه. كل الموضوع الدهون الصحيه. انا ليا 3 معالق باكلها على الوجبتين، لان انا صيام متقطع من زمان جدا. لكن الناس اللي هتخش تحدي جديد لا، مش لازم خالص نخش صيام متقطع من الاول، لا خالص، ما ينفعش اصلا ان احنا ندخل صيام متقطع من الاول عشان جسمنا ما يحصلوش ان هو يخش في مجاعه. فانا متعوده على كده فخلاص. الوجبتين عباره عن بروتين ودهون صحيه وسلطه او ورقيات خضراء. اللي انا بقى زودته شويه كانت جوافيه، تقسمتها على الوجبتين بعد كل وجبه. الحياة لطيفة، ورجعنا تاني نبقى شبعانين ومبسوطين، غير طبعا لما كنا ملخبطين فكانت الدنيا مش أحسن حاجة. فأنا هستناكم انتوا كمان تقولوا لي ايه اللي حصل معاكم في أول يوم. اللي لسه ما ابتديش يقول لي ما ابتداش ليه وهيبتدي ازاي، هيقلل ولا هيمنع، هيقدر ان هو يمنع ولا هيقلل بس. وهنبتدي مع بعض كده سنة جديدة سعيدة مع بعض. ندخل بقى في اللايف بتاع النهارده. زي ما قلت لكم امبارح احنا هنبتدي نعمل لايف عن مقاومة الانسولين. انا في ناس كتير قوي 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 بتيجي تبعت لي وتقول لي انا مش عارفه اخس، انا بعمل كل حاجه في الحياه وما بخسش. انا سمعت عن مقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين دي انا عندي مقاومه انسولين ولا ما عنديش؟ واللي بيجي عنده مقاومه انسولين فتلاقي ان هو حس ان الدنيا وقفت مره واحده، ده مقاومه انسولين. طب انا هعمل ايه؟ طب انا هكمل حياتي ازاي؟ طب انا هبتدي يبقى عندي سكر، طب اعمل ايه؟ طب انا ما بخسش، طب انا نفسي اخس، طب اخد ادويه، طب اخد ميتافورمين، طب اخد جلوكوفاج. طيب الموضوع كبر معانا شويه، طب ابتدي ان انا اخد مثلا ساكسيندا او اوزومبيك. ليه يا جماعه؟ ليه؟ فكره والموضوع بسيط زياده عن اللزوم. هي الفكره كلها في تنظيم الاكل. انا لما باكل نوعيه الاكل السليمه بتاعتي ببتدي ان انا اعيش حياه صحيه ومبسوط وما عنديش مشاكل. لكن انا عمال الخبط في الاكل ومش عايز كمان احرم نفسي من اي حاجه، حتى لو الحاجه دي بتعمل لي مشاكل او الحاجه دي مخلياني ان هي عندي امراض مزمنه، او عندي عرضه للامراض المزمنه او كده، بس عشان انا عاجبني الاكل والحياه من غير اكل ما تنفعش. واحنا طبعا عندنا باك جراوند من زمان قوي ان فكره الاكل دي بتكون يعني زي ما بنقول كده المكافأة. أنا بكافئ نفسي بالأكل. عملت حاجة حلوة من زمان، كنا واحنا أطفال لو عملت حاجة حلوة هديك شوكولاتة، لو عملت حاجة حلوة هجيب لك شيبسي، لو عملت حاجة حلوة هأكلك بره. فاحنا خلاص ارتبطنا بإن الحياة الحلوة يعني أكلة حلوة. لما بنيجي نخرج مع بعض، ايه ده؟ احنا بنخرج مع بعض هناكل فين؟ طب بعد ما هناكل بقى هنحلي فين؟ فهي دي الفكرة، دي كل المشكلة اللي بتحصل لنا كلنا. طيب، نسيب الماضي للماضي ونبتدي نشتغل في الحاضر والمستقبل إن شاء الله. نعمل إيه بقى؟ الناس اللي عندها مقاومة إنسولين أو عندها احتمال يجيلها مقاومة إنسولين، بتكون إيه؟ يعني الأعراض إيه اللي تخليني أبقى عارف أو إن أنا حاسس إن أنا عندي مقاومة إنسولين أو بري دايابيتك، أو إن أنا هبتدي يكون عندي حاجة زي كده؟ ايه المشكلة؟ ايه الفكرة؟ ايه الحكاية؟ ايه الاعراض؟ الاعراض ببساطة خالص بيكون في هنا على الرقبة او تحت الابط، وفي مناطق الاحتكاك في الجسم عامة بيكون فيها خطوط ابيض في اسود.
خطوط ابيض في اسود، مش اللي هي بتبقى جايه من السلاسل مثلا، او تبقى جايه مثلا الناس اللي ما بتغسلش رقبتها كويس، او ما بتستحماش كويس زي ما بيقولوا بعدم نظافه او كده يعني. لا، بتكون خطوط ابيض في اسود، وعلى حسب كمان درجه الخطوط اللي موجوده، على حسب هي درجه مقاومه الانسولين. محيط وسط كبير، بعد ما باكل انا عايزه اكل اكتر، وخصوصا الحلويات، عندي شراهه كبيره للحلويات وعندي شراهه كبيره للاكل، ما بشبعش من الاخر يعني. لما باكل بحس ان انا تعبان، يعني عمال زي ما بيقول لك كده، كان زمان بيقول لك خصوصا في رمضان يقول لك اصل الدم بيسيب الجسم كله بعد الفطار ويخش على المعده، علشان يبتدي ان هو يهضم كميه الحاجات اللي دخلت له مره واحده بعد الصيام. لا، انا مش زراعه، انا اخصائي تغذيه، ماجستير جامعه القاهره ودكتوراه تغذيه علاجيه، وانا اساسا علوم. ف طيب، ايه الفكره؟ زي ما قلنا، دي العلامات. طيب، عشان نربط تاني فكره اي حاجه في التغذيه ليه بالصحه النفسيه بتاعتنا، نفسيتنا يعني. على فكره التغذيه فيها كتير قوي من النفسيه زي ما قلنا امبارح. فعشان نربط الاتنين مع بعض، تعال نقول ايه اللي بيحصل. زي ما اتكلمت من شويه على فكره المكافآت بتاعت زمان، هبتدي كمان دلوقتي ابتدي ان انا اقول لكم مكافآت زمان بتعمل ايه فينا دلوقتي. ولو حصل ان انا ابتديت ان انا كمان اتعامل مع اولادي، او اتعامل مع اولاد حد انا اعرفه، او وات ايفر هو مين يعني، اطفال، ابتدي اعملها بالمكافآت، يبتدي يرتبط فكرته بانه هيكون جماعه انتوا سامعيني كويس وشايفيني كويس؟ حاسه ان الصوره غامقه شويه، فلو كده قولوا لي بس. طيب، فاحنا اللي بيحصل فينا ايه؟ اللي بيحصل ان احنا اي موقف احنا بيحصل لنا او بيعدي علينا، بيكون رد فعلنا فيه موقف او حدث او اي حاجه، رد فعل بنيه بالنسبه لنا بيكون مش جاي من الفقره او اللقطه اللي احنا فيها دلوقتي خالص. طب هو بيكون جاي منين؟ هو بيكون جاي من باك جراوند عندنا حصلت. يعني ممكن تكون انت مثلا ماشي في الشارع عادي ولقيت موقف حصل، فانت حد مثلا وانت سايق مثلا او انت سايقه، فحد مثلا جه يعني ركن عليك شويه او حاجه، فهتلاقي ان انت بتعمل رد فعل اوفر قوي قوي. طيب ليه؟ عشان انا لما حصل لي الموضوع ده قبل كده، حصل ان انا ربطته برد فعل دي، فالدنيا باظت معايا، فرد فعلي ده بقى قد كده. الحالة النفسية السيئة بتنقص الوزن، والله هما اتنين. ساعات الحالة النفسية السيئة بتنقص الوزن، تعمل يعني درجة من درجات الاكتئاب، بس مش الاكتئاب الشديد يعني، بيخلي الفكرة بيخلي يا اما انا بقطع الاكل خالص، وساعتها يجي لي eating disorder والدنيا تتلخبط معايا شويه، او ان انا باكل بنهم شديد جدا فيديني برضو نفس الفكره ان انا بزيد في الوزن، وتزيد كمان حاله الاكتئاب اللي عندي. فمش كل الناس زي بعضها، ومش كل رد فعل الجسم زي بعضه. ممكن يكون الحزن الشديد يخليه البني ادم يقطع الاكل، او الحزن الشديد او التفكير الشديد يبتدي ان هو ياكل بنهم شديد فيبتدي يزيد في الوزن. ده بيبقى حسب الشخصيه اللي موجوده. طيب، نرجع تاني. فانا لما هاجي بعد كده اكل كتير هيحصل ايه؟ ودي نفس الفكره اللي احنا بنكمل فيها دلوقتي. انا في حاجه في دماغي شغلاني، انا في التفكير النفسي السيء المتداوم. ممكن جدا، ما هي فكره رد فعل الجسم عامل ازاي عليه، لو بنتكلم ان احنا بنربطها بالتغذيه مش الصحه النفسيه. ما هو ده اللي بيجيب الايتنج ديس اوردرز يا جماعه. الايتنج ديس اوردرز دي بتيجي منين؟ بتيجي من في مشكله نفسيه، المشكله النفسيه دي عملت معايا يا اما نهم شديد، يا اما قطع الاكل. وممكن نتكلم عليها دي لوحدها، الايتنج ديس اوردرز دي لوحدها خالص. طبعا انا كهيلث كوتشنج، فالفكره دي دايما بتبقى قدامي، فممكن ان احنا ناخد لايف لوحده خالص على الايتنج ديس اوردرز. وكمان الاكل العاطفي، لان الاكل العاطفي ده مهم قوي نعرف هو بيجي منين، عشان في ناس كتير قوي بتجيلها اكل عاطفي وهي مش فاهمه هي بيجيلها منين، بتفتكر ان هو انا بجوع جوع شديد وخلاص، لكن ليه هو الجوع ده يعني ما بيبقوش فاهمينها قوي.
بس انا النهارده عايزه اركز شويه ومش عايزين نبعد قوي عن مقاومه الانسولين، لان اللايف النهارده اصلا على مقاومه الانسولين. طيب هنيجي بقى نرجع تاني على الحته بتاعت فنيجي نرجع تاني على الحته بتاعت الفكره بتاعت النفسيه مع الاكل، وازاي مقاومه الانسولين دي بتيجي اصلا. اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان احنا لما بنيجي ناكل كتير قوي قوي بنفكر في حاجة، او ان احنا جسمنا بيترجم فكرة الجوع ازاي. اي حاجة جسمنا بيترجمها جوع هو ممكن جدا ما يكونش جوع. وده اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح في خطوة من خطوات التحدي اللي هو تيست الجوع. ليه؟ الجسم لما بيكون بيفكر في حاجة، او ان هو عايز يطلعك اصلا من مشكلة انت فيها، او ان هو عايزك تخلي تفكيرك يغير التفكير اللي انت فيه دلوقتي كنوع من انواع الدفاع النفسي عن نفسه، فبيبتدي ان هو يترجم ده للجوع. انا قاعد ابتديت الدايت، ايه ده؟ هو انت هتفضل قاعد كده؟ انت قاعد كده ليه؟ انت اكيد جعان، ده انت زهقان ولا ملان، انت محتاج حاجه على فكره تعضعض فيها كده، يقوم اعمل لك شويه شيبسي، قوم اعمل لك شويه فشار. ده الفشار صحي جدا، لينا لقاءات على موضوع الفشار اللي هو ما بيتقطعش من اي جروب من الجروبات، وما بيتقطعش من اي حد لسه بادئ معايا دايت. طيب انت بتفكر في ايه؟ انت زعلان؟ طب انت زعلان ليه؟ طيب اول حاجه الجسم بيديها ان انت سعيد فيها، ابتدي ان هو يحللها لك، قوم خلها. طيب انت كنت بتبقى سعيد امتى؟ اخر حاجه، او دايما انا ببقى سعيد مثلا وانا باكل، او باكل اكله حلوه، باكل اكله انا بحبها. فيلا انت حزين دلوقتي، انت جعان، قوم كل. انت حزين دلوقتي، انت مبسوط دلوقتي، قوم كل. انت زهقان مش عارف تعمل حاجه، لا انت المفروض جعان. فانا بعمل ايه؟ بعمل تيست الجوع اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. دي حاجه من الحاجات اللي بتخلي مقاومه الانسولين تيجي. ليه؟ هي يعني ايه اصلا مقاومه الانسولين اللي احنا عمالين نتكلم فيها بقالنا فتره، والناس معظمها بقى بيقولوا ان هو عندها مقاومه انسولين؟ انا قلت الاعراض. طب هي بتيجي منين؟ هي بتيجي من العادات الغلط طبعا، وان انا بزود الاكل بتاعي عن عدد السعرات بتاعتي، وانا فاهم ان بما اني ماشي في عدد السعرات المظبوطه فانا ماشي تمام. مش مهم بقى قد ايه بروتين، قد ايه كربوهيدرات، قد ايه دهون، قد ايه نوعيه الاكل بتاعي. فاللي بيحصل ايه؟ زي ما قلنا امبارح ان نسبة الكربوهيدرات اللي بتتاخد اسهل حاجة الجسم بياخدها ويحرقها او يجزأها علشان يبتدي ان هو يديها جلوكوز تدي طاقة ويقوم بعملياته الحيوية، هي الكربوهيدرات البسيطة كمان بالذات. فهو عايز ان هو يعمل حاجته دي ويعمل حاجاته الداخلية دي من غير ما يبقى فيه اي مشاكل عنده. مش عايز يقوم اصلا من مكانه ويعمل حاجة، مش عايز يفكر اصلا. فاللي بيحصل ان انت بتروح قايم تاكل سناكس اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي اوحش ابشع حاجه في الحياه، السناك. قوم خد لك واحده برتقانه دي شويه ميه، قوم خد لك بطيخ ده شويه ميه. يا جماعه ايه اللي هيحصل يعني؟ ده فاكهه، ده الفاكهه صحيه. اللي بيحصل ان احنا اصلا الانسولين ده هو بيبقى عامل في المستوى بتاعه هنا كده اهو. انا طول رحلتي انا عايز المستوى ده ولا يطلع قوي ولا ينزل قوي. فانا لما اجي اخد اي حاجه سكريات او كربوهيدرات بسيطه بالذات، الانسولين بيروح طالع ويروح نازل مره واحده، طالع ونازل مره واحده، طالع ونازل مره واحده. اللي بيحصل ايه؟ بيقول البنكرياس انا محتاج انسولين، طلع لي انسولين. البنكرياس انا محتاج انسولين، طلع لي انسولين. ففي البنكرياس ده بيبقى عامل زي القفل وليه المفتاح بتاعه، هو بيفتح المفتاح ده عشان يبتدي يطلع الانسولين بتاعه، عشان يبتدي ان هو يوزعه على اجزاء الجسم ويدي الطاقه. ما بقاش خلاص من كتر ما هو عمال يفتح ويقفل يفتح ويقفل، المفتاح ما بقاش بيخش في القفل، فعلى طول ده مفتوح. ده الفرق ما بين دايابيتس تايب 1 ودايابيتس تايب 2. اللي هو الاول احنا بنتكلم على مقاومه الانسولين، طالع نازل طالع نازل، خلاص البنكرياس حصل فيه مشكله فابتدى ان هو يطلع الانسولين على طول، عمال يدي 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 يدي، راحت من مقاومه الانسولين للسكر تايب 2. طيب انا ليه بخاف على الاطفال بالذات من مقاومه الانسولين؟ لان مقاومه الانسولين عند الاطفال لما بتتساب
واحنا كمان الفتره يعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الناس بقت بتستسهل قوي. في النوادي جانك فود قد كده، بيطلع من التمرين يلا يا حبيبي روح هات لك بيتزا، يلا يا حبيبي روح هات لك كريب، روح هات لك مش عارفه ايه. عمال ياكل في حاجات مش مظبوطه، فمقاومه الانسولين عمال طالع نازل طالع نازل طالع نازل، غير طبعا الدهون الغير صحيه والكلام ده كله هنتكلم فيه. يحصل ايه؟ يحصل سكر، دايابيتس. بس عند الاطفال ما بيحصلش تايب 2 اللي هو ممكن يتعالج. عند الاطفال بيحصل تايب 1. تايب 1 ده اللي هو طبعا من تايب 1 بيبقى اكتريته عند الاطفال بيكون خلل جيني، يعني هو مش مفهوم. لكن طبعا نوعيه الاكل اللي بتبقى موجوده ومقاومه الانسولين بتبقى عندهم هم مش عارفينها. اتفرج كده على الاطفال مثلا، طول ما انت ماشي هتلاقي بطنهم كبيره قوي قوي. ليه؟ وتلاقي كمان حوالين رقبتهم اسود قوي من اللي بيحصل، اذا كان في المدارس، اذا كان في البيوت، اذا كان في النوادي كمان. ودي حاجه احنا بنعاني منها اكتر ما كمان اولياء الامور بيعانوا. فبيحصل تايب 1 اللي هو هيفضل طول عمره ياخد انسولين، ما بيخافش منه لحد دلوقتي. يعني الناس ما بيعرفش الدنيا اخبارها ايه بعدين. بس ليه؟ طيب انا عرفت مقاومه الانسولين دي بتيجي منين. ان انا عمال اخد كربوهيدرات كتير قوي، او باخد اكل اساسات كتير قوي، فالانسولين عمال يطلع وينزل يطلع وينزل لغايه لما البنكرياس يفتح على طول والانسولين يفضل رايح جاي. طيب هعمل ايه؟ انا عندي مقاومه انسولين، او انا عندي مشكله في العيله، ممكن يجيلي اصلا سكر في اي وقت لا قدر الله يعني، او انا اكثر عرضه لان يبقى فيه سكر او يبقى فيه مقاومه انسولين. معظم الناس دلوقتي عندها مقاومه انسولين حتى بدرجات. اعمل ايه؟ اولا تحليل مقاومه انسولين اللي هو هوما اي ار. ده احنا كاخصائيين تغذيه اللي بنعمله. ليه بنعمله؟ عشان نعرف بس النسبه بتاعه مقاومه الانسولين كانت فين وراحت فين. لكن انا اروح اعمل مقاومه الانسولين واجي اقول انا عندي مقاومه انسولين وانا مثلا بعمل سكر تراكمي ما عنديش مشكله خالص، لا انا عندي مقاومه انسولين عشان هي عاليه. او ان انا عندي الاعراض كلها، كل الاعراض، مش عرض واحد بس، على فكره عرض واحد بيقوم بكل الاعراض. عندي كل الاعراض الموجوده وهاجي اقول ايه؟ لا معلش، انا عملت مقاومه الانسولين طلعت زي الفل، ده انا في السيف سايد. لا حضرتك مش في السيف سايد، علشان الهوما اي ار دي ما بتقولش انت عندك مقاومه انسولين ولا لا، هي بتقول لك النسبه بس، وانا اللي باخدها عشان اعرف الدايت بتاعنا عامل ازاي. طب انا عشان عندي مقاومه انسولين يبقى انا لازم اخد دواء ميتافورمين او اتعامل معامله السكر؟ فاكيد لا، اكيد لا. مش لازم اخد حاجه فيها كروم بس، كروميوم، يعني ما عنديش مشكله ان انا اخدها عادي. لكن انا عندي المشكله الاكتر ان الناس بتستسهل قوي تبتدي تاخد ميتافورمين. لا، انا بنديها للحالات الحرجه او الحالات اللي ما بتستجبش قوي للدايت. طيب انا هقلل اكلي شويه واعمل دايت، اعمل دايت او رجيم علشان اخس، ولا انا بعمل دايت او نظام غذائي عشان انا عندي مشكله في مقاومه الانسولين؟ هتفرق، هتفرق كتير قوي على فكره، قوي قوي كمان. طب هتفرق في ايه؟ هتفرق ان انا لما باجي اتكلم على ان انا بعمل دايت عشان انا ما عنديش حاجه بس انا عندي كام كيلو زياده عايزه انزلهم، بيكون ليا نظام. وانا لما يكون عندي مشكله بيكون ليا نظام تاني. كان في مره دخلت نقاش، ايام ما كنت بخش نقاشات يعني. دخلت نقاش كان بيقول ايه، طفله كانت مقاومه الانسولين بتاعتها عاليه قوي وكانت داخله خلاص على السكر، خلاص يعني كانت التراكمي بتاعها عالي جدا، ولما عملوا كمان هوما اي ار كانت عاليه قوي. فلما جينا نتناقش مع بعض فقلت لهم الطفله دي محتاجه صيام متقطع ونظام من انظمه اللو كارب. جه دكتور قال لي ايه ده؟ لا طبعا، طفلة ايه دي اللي نعمل لها دايت؟ طفلة 10 12 سنة نعمل لها دايت؟ ولا طفلة 10 12 نعمل لها صيام متقطع؟ طفلة 10 12 سنة نمنعها؟ اه يا فندم نمنعها، نمنعها. لان حضرتك مش هتتشكشك بدلها، لان حضرتك هي لو ما غيرتش العادات بتاعتها من دلوقتي هتبقى عندها مشكلة كمان حاجة صغيرة قد كده. نمنعها بدل ما نديها ادوية. لكن في حاجات بتعدي مننا، يعني اخدت حاجه من هنا اخدت حاجه من هنا، بس هتكون عارفه ان في عندها مشكله. الاطفال بيبقوا عارفين ان في عندهم مشكله، بس التعامل مع الاطفال في مقاومه الانسولين او في الدايت عامه بيكون غير معامله الكبار خالص. يعني ما ينفعش مثلا ان في حاجات، يعني مثلا زي الكيتوجينيك دايت، انا ما ينفعش اديله الاطفال اكتر من اقل من 18 من 16 سنه. اقل من 16 سنه ما ينفعش تاخد معاه كيتوجينيك دايت، لان لسه جسمهم محتاج حاجات كتير ممنوعه في الكيتوجينيك دايت.
انما ايه، لو كارب والصيام المتقطع 12 ساعه، ده هم بيناموا اكتر من 12 ساعه يا جماعه، فبلاش الفكره دي. فانا لما باجي اتكلم على الاطفال بس هبص على شكلهم وجسمهم واسرح مع نفسي شويه كده واشوف بعد كام شهر ايه اللي هيحصل. لان هم لو فضلوا على كده الدنيا هتبوظ. ليه كمان؟ لان الايفنتات في المدارس بقت اوفر شويتين ثلاثه، والحاجات اللي بيجيبوها كمان في الايفنتات دي حاجه صعبه جدا، فطير مشلتت على عسل وطحينه على مش عارفه ايه من ايه، اصل ده مش عارفه يوم ايه، اصل ده مش عارفه يوم ايه. صعب يا جماعه. النوادي الدنيا باظت معاها، مفيش نادي محترم عامل مثلا ركن الاكل الصحي. لا، وحتى ممكن الاكل الصحي ده، انا عندي كتاب عن الاكلات بتاعه اللو كارب، كل حاجه وليها الحاجات بتاعتها. يعني مثلا الكيك، انا ما منعتش الكيك، بس هم ليهم كيك مخصوص معمول بطريقه مخصوصه. فكره كمان ان هم لما بيحصل ده بيشوفوا نفسهم ان هم اللي غلط، مش هم اللي صح. ليه؟ لان اكثريه الناس اللي عندهم في المدرسه او في النادي هم بياكلوا كده. الامهات ما عندها لا انا ما احرمش ابني، ده ابني قلبي وجعني عليه. لا، هو حضرتك قلبك وجعك عليه، بس المفروض ان هو شبعان مبسوط، هو بيقولك ان هو مبسوط وشبعان، ده اهم حاجه في الموضوع. فلازم نغير عقلياتنا شويه وطريقه تفكيرنا وطريقه رد فعلنا في اللي احنا فيه دلوقتي، لان احنا كمان مليانين امراض من اللي حصل قبل كده، او من تغذيتنا قبل كده، من ان في حاجات احنا عدت علينا ومش ما كناش فاهمين ان هي فعلا موجوده عندنا، غير بعد ما الدنيا اتطورت شويه، الوعي بتاعنا عالي شويه، بقينا عارفين ان المشكله هنا او هنا. نرجع تاني. طيب، انا عرفت ان في مقاومه انسولين، طبعا بالتداعيات بتاعتها لو ما اتظبطتش، وتكيس مبايض، وطبعا بالنسبه للبنات والسيدات، وعندنا كمان طبعا الكوليسترول العالي والحاجات دي كلها. فهنمشي على لو كارب دايت على حسب الحاله اللي قدامنا، وصيام متقطع. طيب، انا ازاي بقى هيبقى عندي مقاومه انسولين وهيبقى عندي تكيس مبايض مثلا، او عندي كوليسترول عالي وامشي لو كارب؟ يعني ايه لو كارب؟ يعني انا بزود نسبه الدهون؟ لا، انا الدكتور قال لي ان انت لازم تمنعي الدهون خالص، انت عندك كوليسترول عالي او عندك مقاومه انسولين، ده انت لازم ما تاكليش اصلا، يعني ده ممنوع، ده ممنوع، ده ممنوع. الدراسات اثبتت ان الفكره اللي بيجي لنا المشاكل كلها من الدهون الغير صحيه ومن نسبه الكربوهيدرات العاليه. ليه؟ انا لما باكل نسبه كربوهيدرات عاليه زي ما اتفقنا من شويه وزي ما اتفقنا امبارح وهنتفق كل يوم مع بعض ان شاء الله، ان الجسم بياخد تسلمي يا دكتور هايدي، ان الجسم بياخد نسبه الكربوهيدرات او نسبه التغذيه بتاعته اللي هو محتاجها عشان يقوم بعملياته الحيويه. واي اكل تاني على حسب طبعا عمليته الحيويه وعلى حسب نشاطه كمان، اي اكل تاني ما بين كربوهيدرات وبروتين ودهون يلا على مخازن الدهون، ويلا بقى يبقى عندنا فخاد، بقى يبقى عندنا بطن، ويبقى عندنا ايدين، ويبقى عندنا رجلين، وحاجات كده تخلي الواحد واقف قدام المرايه كاره نفسه. طيب، يعني الدهون ملهاش علاقة بالكوليسترول العالي، ملهاش علاقة بمقاومة الأنسولين، ملهاش علاقة بالمشاكل اللي احنا فيها دلوقتي. في فرق ما بين الدهون وفي فرق ما بين الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بسيطة ومعقدة. البسيطة بتتحرق بسرعة جدا، طعمها حلو، عايز أكتر، اللي هي الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والسكريات البسيطة والكربوهيدرات البسيطة، النشويات البسيطة. أنا عمال آكل فيها، طعمها حلو، عايز أكتر وأكتر، مش شبعان، الأنسولين عمال يطلع وينزل، والدنيا عندنا فيها مشكلة، مفيش فايبرز، مفيش نسبة بروتين، لأن أنا عمال آكل في كربوهيدرات وخلاص، وفاكر إن الكربوهيدرات دي هي اللي هتشبعني، مبقاش عظمه، ما عنديش عضلات، ما عنديش مية في جسمي، ما عنديش أي حاجة. الكربوهيدرات المعقدة عبارة عن سلاسل طويلة، أنا مش هشرحها قوي يعني زي ما بشرحها في المحاضرات، بس هشرحها لكم بطريقة بسيطة. الجسم بياخد مجهود علشان يبتدي يكسر السلاسل اللي موجودة دي حتة 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 لغاية لما يوصل للجلوكوز، يدي الجلوكوز ده للجسم، يلا قوم عمل عملياتك الحيوية. طيب، ادي عرفنا الفرق ما بين السكريات البسيطه والسكريات والكربوهيدرات المعقده. والكربوهيدرات المعقده كمان فيها نسبه فايبرز، فدي او الياف، فدي اللي بتخلي الجسم كمان حاسس ان هو بشبع. وطبعا ليها بقى اللي بتدوب في الميه واللي مش بتدوب في الميه، ليها حاجات كتير قوي في الاخراج وفي الشبع وفي الكلام ده كله، مش هنتكلم على الفايبرز دلوقتي خالص.
هاجي بقى الفرق ما بين الدهون الصحيه والدهون الغير صحيه. والفكره ما بين الدهون ان احنا كان زمان كان بيجي يقول لنا ان الكربوهيدرات هي المصدر الاساسي والوحيد للطاقه في الدماغ. لو كنا احنا اخدنا الجمله كده على بعضها كان هيحصل ان بتوع اللو كارب ماتوا. ماتوا لان نسبه الكربوهيدرات عندهم صغيره، مفيش حاجه اسمها زيرو كارب زي ما اتفقنا امبارح. طيب انا اخدت نسبه الكربوهيدرات بتاعت نسبه الدهون بتاعتي، بس هي دهون صحيه. الدهون الصحيه دي اللي هتقلل لي اصلا الكوليسترول الضار، وهتزود لي الكوليسترول النافع. على فكره في 2 كوليسترول في الجسم، ففي كوليسترول ضار وفي كوليسترول نافع. فانا لما باكل بيض، البيض مثلا دهون صحيه، كان دايما بيقول لك البيض بيعمل كوليسترول. لا خالص، البيض ملوش اي علاقه بالكوليسترول. احنا خلاص اتفقنا ان الكوليسترول بيجي من ان احنا بناخد نسبه كربوهيدرات ودهون غير صحيه كبيره جدا، فالجسم بياخد اللي على قده ويبتدي ان هو يخزنها في مخازن الدهون، وبعد ما تخلص مخازن الدهون بقى تطلع على الشرايين وتطلع على القلب وتطلع على الكلى وتطلع على الحاجات دي كلها، وتعمل لي مشاكل كمان في الدهون الحشويه، وتعمل لي مشاكل في تصلب الشرايين والقلب كمان. طيب الدهون الصحيه، الدهون الصحية زي ما قلنا زيت زيتون، دهون حيواني. الدهون الحيواني فيه دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. الدهون الغير مشبعة دي اللي هي زي مثلا زيت الزيتون، زي ال الافوكادو مثلا، زي المكسرات، دي دهون غير مشبعة. الدهون المشبعة دي بتكون احنا بناخد منها نسبة اقل من 10% وبناخدها من الدهون الحيواني. يعني ايه دهون الحيواني؟ يعني البروتين بتاعنا فيه نسبة دهون حيواني فاحنا بناخدها. الزبدة بلدي، زي ما بنقول دايما ان الزبدة البلدي احسن بكتير من الزيت من الزيوت عامة كلها ما عدا زيت الزيتون طبعا، وشوية زيوت تانيين كمان. وبس احنا لما نيجي نتكلم الحاجة اللي احنا ممكن ناكلها بتبقى طعمها حلو، زيت الزيتون والسمنة البلدي او الزبدة البلدي. فاحنا بناخد منها اقل من 10% من الدهون المشبعة دي بتكون دهون مشبعة صحية. بتدي ان هي مسؤولة عن ايه بقى؟ مسؤولة عن الشبع، مسؤولة عن الطاقة، وطاقة كويسة قوي. يعني أنا مثلا لو باجي أحللها التحليلات بتاعتنا إحنا كده شوية، لما أجي بحللها التحليلات دي بقول إن كل جرام من الدهون بتدينا 9 سعر حراري، 9 طاقة. وكل جرام من الكربوهيدرات أو البروتين بتديني 4 من السعرات الحرارية. يعني كمان الطاقة بتاعت الدهون أعلى. طيب ليه الجسم ما كانش بياخد الدهون في الأول؟ لان زي ما قلنا قبل كده نظريه ان الجسم كسلان، عايز الحاجه البسيطه السهله السريعه اللي هيبتدي ياخدها يقوم بعمليته الحيويه وشكرا، مش عايز اكتر من كده. انما الدهون زي فكره الكربوهيدرات المعقده، بس الفكره دي اعلى شويه، ان الدهون بتكون عباره عن سلاسل طويله وفيها كمان في اكتر من ربطات ما بين الدهون الدهون وبعضها. فبنبتدي نعمل ايه؟ الجسم بياخد وقت كبير عقبال ما يكسر الدهون دي، يمكن اكتر كمان من الكربوهيدرات المعقده، فيبتدي ياخد طاقه مستمره وطاقه نظيفه. هي دي فكره الدهون. طيب انا الجسم علشان يطلع من ان هو بيستخدم الكربوهيدرات للطاقه وابتدي ان هو بيستخدم الدهون للطاقه، ودي فكره الكيتوجينيك دايت على فكره، وفكره اللو كارب دايت دايما. بس اللو كارب العادي اللي هو 40 ده ما بيخليش يكون إن الجسم داخل في الحاله الكيتونيه، الدنيا بتبقى اسهل شويه، نسبه الكربوهيدرات بتبقى عاليه، فساعتها احنا بنقدر ان احنا نديها للناس اللي مش قادره تدخل كيتو او خايفه من الكيتو. هنعمل لها الكيتوجينيك دايت دي حبيبي، ده نبتدي نعمل له لايف لوحده كده، ده الكينج ده هنعمل له لايف لوحده. بس النهارده اللو كارب والصيام المتقطع. فيبتدي ايه الجسم في انظمه اللو كارب دي على حسب نسبه الدهون والكربوهيدرات والبروتين، بتبتدي ان هو بنعمل له نظام اللو كارب بتاعه. فساعتها الجسم هيبتدي ياخد من الدهون الداخليه بتاعه الجسم. عشان كده دايما بتوع اللو كارب بيكون شكلهم حلو، بيكون بتكون جسمهم منحوت، بيكون شكلهم زي ما يكونوا. على فكره في ناس كتير قوي كانت بتبقى فاهمه ان هي عامله عمليات، بس طبعا وشهم بيكون يعني ناضر كده من السمنه البلدي بقى والزبده البلدي والكلام ده كله، فوشهم بيكونوا حلو. فده اللي بيميزهم شويه عن بقيه الانظمه وعن طبعا عمليات التخسيس. فنيجي ايه، خلاص انا عرفت النظام اللو كارب اللي المفروض تمشي عليه اي حد من اللي عندهم مقاومه انسولين او عندهم استعداد لمقاومه الانسولين، او ان هم عايزين يعيشوا حياه صحيه، فابتدي ان هم يشتغلوا لو كارب دايت. فكره اللو كارب ممكن يتاخد كلايف ستايل حلو جدا، خصوصا بعد ما يكون احنا غيرنا العادات وفهمنا الدنيا، لان احنا بنبقى شبعانين، عندنا طاقه مستمره، عندنا طاقه مظبوطه، وكمان بيكون عندنا طاقه ذهنيه فظيعه تحفه. طيب ادي عرفنا اللو كارب دايت. طيب هنبتدي نعمل بقى ايه؟ الصيام المتقطع معاه.
طب ليه هعمل الصيام المتقطع معاه؟ ليه ما ابتديش مثلا زي الكيتوجينيك دايت واقول ان انا مش هعمل صيام متقطع مع زي الكيتوجينيك دايت عشان ما يحصلش مشاكل من الاول، او يحصل ان الجسم يخش مجاعه. المشكله في الفكره في الكيتوجينيك دايت فكره تانية خالص هنبقى نتكلم عليها. انما الصيام المتقطع مع اللو كارب عشان حالات مقاومة الأنسولين، فكرة كلها من الأول للآخر إن أنا عايز أخلي الأنسولين بتاعي عامل كده لما يجي يطلع من البروتين والدهون الصحية بتاعتي ونسبة الكربوهيدرات البسيطة اللي أنا بديها له ما بتزيدش عن 20%، تبتدي يطلع حاجة بسيطة ويبتدي ينزل بالراحة 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 بالراحة، فهيبتدي شبعان فترة طويلة، وهيبتدي كمان فكرة إن الأنسولين اللي عمال يطلع ويطلع يطلع يطلع من الجسم ده تقف. عشان كده بنقول ان الدايابيتس تايب 2 او مقاومه الانسولين ينفع ان احنا نبتدي ان احنا نعالجها تغذويا ومش محتاجه قوي للادويه، او ان احنا بنبتدي ناخد الادويه مثلا لو الطبيب ابتدى ان هو يدي ادويه بناخد الادويه لفتره معينه، والطبيب ساعتها بيبتدي ان هو بعد ما بيجي يعمل 3 شهور التحليل بتاع 3 شهور التراكمي بيبتدي ان هو يقلل الجرعات واحده واحده لغايه المنع. مش البيشنت اللي بيغيرها او بيوقفها، ومش احنا اللي بنوقفها، الطبيب المعالج السكر هو اللي بيوقفها او بيقللها. طيب ادي انا عرفت ان انا هبقى شبعان ازاي وهبقى اكلي عامل ازاي وايه الممنوعات والمسموحات، دي مهمه قوي علشان فكره تاني مقاومه الانسولين ما ينفعش معاها اللو كالوري، احنا بنعمل لو كارب، وفي فرق كبير قوي بين اللو كالوري واللو كارب، وانا عندي على الصفحه عندي عامله فيديوهات كتير قوي عن الفرق ما بين اللو كالوري واللو كارب. طيب هبتدي دلوقتي انا بقى عايزه انظم واعمل هيكل للوجبات بتاعتي دي اللي انا باكلها. طيب انا في الصيام المتقطع واللو كارب اللي هي قد ايه؟ اللي هي وجبتين. في الصيام المتقطع مفيش حاجه اسمها سناكس. انا بشوف ناس بتقول لك اصل انا بعمل 3 وجبات ووجبتين سناكس في الصيام المتقطع. ده الصيام المتقطع انا عندي انواع 12 يعني 12 ساعه انا بصوم فيها وبشرب ميه ومشروبات عشبيه من غير ولا سكر ولا ليمون ولا لبن ولا اي حاجه فيها سعرات، طبعا مفيش اكل ولا حتى خضار ولا حتى خس ولا حتى جرجير ولا اي حاجه، انا بشرب ميه وبشرب مشروبات عشبيه من غير الكلام ده كله. ليه؟ عشان اعود جسمي ان في اوقات انا بشرب فيها وفي اوقات انا باكل فيها. طيب تاني حاجه علشان انا عايزه اخلي حساسيه الانسولين بتاعتي مظبوطه، ف 12 ساعه انا ما باكلش فيها وبشرب فيها مشروبات، ابتدي ان انا كمان اكل 3 وجبات ووجبتين سناكس. ازاي؟ يعني بيعملوها ازاي؟ اولا الصيام المتقطع مفيش سناكس، عشان نبقى واضحين جدا مع بعض، عشان ناس كتير قوي فاكره ان هي بتطبق نظام مظبوط بس هي ما خدتش فيه، ما جابتش منه نتيجه عشان هو نظام بايظ. لا، عشان حضرتك او حضرتك بتطبقيه بالتاتش بتاعك. لا، الانظمه بتاعه اللو كارب والصيام المتقطع او انظمه اللو كارب عامه دي حاجه معروفه ممنوعاتها ومسموحاتها ولازم نمشي عليها مظبوط، عشان اي حاجه مشكله فيها بتعمل لي مشاكل بعدين. حلو خلاص. طيب كم وجبة؟ على حسب أنا هعمل قد إيه صيام. ممكن أبتدي من 12 ساعة لو أنا مش قادر، أدي 12 ساعة والله يبقوا 13 زي الفل، بقى 14 عادي، بقوا 15 مفيش مشكلة، نقف عند 16. الناس اللي في الأول ما ينفعش أبدا تاكل وجبة واحدة، ما ينفعش أبدا تقلل أو تزود عدد الساعات بتاعت الصيام المتقطع. احلى حاجه بقى انا سمعتها في الموضوع ده كمان ان السيدات والبنات ما ينفعش يزودوا على 12 ساعه على 14 ساعه، عشان هم لو زودوا عن ال 14 ساعه دي هيحصل لهم مشاكل في الهرمونات. طيب تعالوا ناخد الحته دي كمان بالمره واحنا معديين على الصيام المتقطع. ما فيش حاجه اسمها كده. بس الفكره في ايه؟ هم جابوا الكلام ده منين؟ هم جابوا الكلام ده عشان هم ما بيكملوش 3 شهور، هما بيعملوا على اسبوع على اسبوعين. انا شفت دكتور كان بيقول لي بيقول لي ان هو بيشتغل الكيتوجينيك دايت اسبوع، اللي هو اصلا ملحقش يخش في الحاله الكيتونيه. هنتكلم عليه لوحده، الكيتوجينيك دايت ده حاجه تانية خالص بنتكلم عليه لوحده. لو سامعين صوت بس كويس ابعتوا لي ان انتوا سامعين الصوت كويس. اوكي خلاص. طيب ليه بقى ينفع ان السيدات والبنات يزودوا عن 12 ساعة او 14 ساعة بس ماكسيم 16 ساعة في الاول؟ علشان حضرتك اللي بيحصل في الاول ايه؟ اللي بيحصل ان الجسم داخل على حاجة تمام جدا، على نظام جديد، وده دايما بنلاقيه في اي وقت احنا بنعمل فيه دايت جديد. بيحصل ايه؟ بيحصل مشاكل في الهرمونات،
الدورة مثلا الشهرية ممكن تتأجل شوية، ممكن تيجي بدري شوية، ممكن الشهر ده مثلا ما تجيش الشهر ده وتيجي الشهر اللي بعده. ده طبيعي. الهرمونات في الجسم بتتغير مع تغير نظام التغذية اللي احنا بنتغذاه. فعادي، عادي، انا مش هحكم على حاجة علشان حاجة فردية. لما يجي ناس كتير يقولوا ليه ده احنا بنصوم اكتر من كده، ده احنا كمان اتعودنا على وجبة واحدة في اليوم. لا، ما انت يعني مش حاجة فردية، يعني انا الحاجة الفردية وانت الحاجة مش فردية. فالموضوع كله علم، الموضوع كله قراية، الموضوع كله فهم، مش الموضوع كوبي بيست لأي حد بيتكلم في حاجة. عشان كده لو سمحتوا ما تسمعوش من أي حد مش دارس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يعني السيدات والبنات وكده ينفع ان هم يزودوا عن 14 ساعة، يوصلوا ل 16 ساعة في الأول. عادي، مفيش مشكلة. هيحصل تغير في الهرمونات، هيحصل تغير في الهرمونات، ده طبيعي، ده طبيعي. الجسم لسه بيتأقلم على الحالة الجديدة اللي هو بياكل، اللي هو داخل فيها. الجسم لسه بيتأقلم على التغذية الجديدة اللي هو داخل فيها، بس بعد كده تبقى منتظمة باليوم، تبقى زي الفل. والناس كمان اللي عندها تكيس مبايض او عندها مشاكل كمان في الدوره الشهريه او الكلام ده كله، يعني ممكن تاخد لها شهرين 3 قبل ما تظبط الدنيا، وبيتظبط جدا جدا. عشان كده دايما الناس اللي مش بتخطط للحمل بنيجي نقول لهم يعني يعملوا حسابهم كويس جدا لما يجي يخشوا نظام من انظمه اللو كارب، ان هم يكونوا عاملين حسابهم، علشان لو هم مش عاملين حسابهم على الخلفه ما يخلفوش، يعني ما يحملوش ساعتها. حلو الكلام. ادي الصيام المتقطع. طب انا بعمل الصيام المتقطع ليه؟ علشان انا عايزه احافظ على نسبه على حساسيه الانسولين اللي موجوده، ده اولا. ثانيا انا عايزه اعلم جسمي ان في وقت للاكل ووقت للمشروبات، مش كل لما جسمي يقول لي انا جعان اكل بس. انا بعوده فيه كمان بقى مع الصيام المتقطع نظام اللو كارب، ان انا بعوده على ان لما اكون انت جعان انا هديك وجبتك متكامله، بروتينك والكربوهيدرات بتاعتك والدهون بتاعتك من ممنوعاتك ومسموحاتك، وهتاكل لغايه لما تشبع. هتاكل لغايه لما تشبع. يعني احنا دايما في انظمه اللو كارب بيبقى عندنا مدرستين، مدرسه حساب السعرات ومدرسه ان انا باكل لغايه لما بشبع. بس مدرسه حساب السعرات دي للناس اللي عايزه تحسب سعراتها وتمشي بجدول. دي انا ما بحبهاش قوي، يعني عشان انا طول حياتي مش همشي بجدول. لكن في ناس بتحب كده، انا ما عنديش مشكله خالص، كل واحد بيكون ليه نمط حياته اللي عايز يكمل فيه عادي. بس واحده واحده هما بينسوا خالص موضوع السعرات. مدرسة تانية اللي هي الجوع والشبع، بيكون أنا عارف ممنوعاتي ومسموحاتي وليا قد إيه بالظبط من الحاجات بتاعة الكربوهيدرات بالذات، ليا قد إيه معالق الدهون بتاعتي بالذات. فساعتها ابتدي البروتين ساعتها بيكون ليه الشبع، فأنا شبعان، أنا مش هاكل أكتر من وجبتين. والخناقة بتاعتي الدائمة مع أي حد بيدخل معايا، يا جماعة ما ينفعش وجبة واحدة، لازم وجبتين. فأنا لو همشي 12 ساعة أنا ممكن آكل 3 وجبات بروتين، كربوهيدرات، نسبة الدهون الصحية بتاعتي متقسمة على 3 وجبات. انواع معينه من الفاكهه، نسبه معينه من الفاكهه بيكون لينا واحده بس اللي تتقفل عليها ايدينا، دي بتكون تقريبا 100 جرام. بالنسبه للاطفال بيكون ليهم 2 نوعين من الفاكهه، 2 في اليوم. الاطفال او الكبار الفاكهه دي بتتاكل بعد الوجبه مباشره، او مع الزبادي او الزبادي اليوناني في العشاء مثلا، عشان بروبايوتيك حلو ممكن ان هو يتاخد. لو هم جعانين شويه ممكن نزود لهم بيض كمان. بالنسبه وطبعا بالنسبه للاطفال كمان، عشان خلصنا الاطفال بيكون ليهم كوبايه لبن كامل الدسم وكوبايه زبادي يوناني في اليوم. بالنسبه للكبار هم مش محتاجين اللبن اصلا يا جماعه. فكره ان انا باخد الكالسيوم من اللبن دي فكره قديمه قوي، وطريقه شرب اللبن بتاعتنا ما بتبقاش هي اللي احنا هناخد منها الكالسيوم. معلقه سمسم صغيره هتديك الكالسيوم اللي انت عايزه كله. فكره من اللبن احنا بناخده عشان نسكافيه او عشان شاي بلبن، عشان احنا مدمنين الكلام ده كله. فساعتها هو اصلا ولا هنستفاد بيه الشاي بلبن، ولا هنستفاد باللبن، ولا هنستفاد بالشاي، ولا هنستفاد بيه القهوه لما نحط عليها لبن. فدي فكره خلاص انا باخدها للطعم بس، فكفايه عليك نص كوبايه مع كوبايه زبادي يوناني، علشان ازود نسبه العضلات في الموضوع، نسبه البروتين الموجود. فانا ساعتها باكل الوجبتين بتوعي، بروتين كربوهيدرات والسلطه بتاعتي. والسلطه بتاعتي كمان بتكون زي ما اتكلمنا في التحدي. على فكره انا نزلت فيديو لوحده للتحدي علشان الناس اللي ما شافتش اللايف بتاع امبارح. تقريبا هو الفيديو اخر فيديو تقريبا، ما نزلتش الفيديو بعد كده. فساعتها انا اكلت البروتين بتاعي وعرفت قد ايه. طب هو انا لازم احسب البروتين؟ لا، هو انا لو انا همشي بنظريه الجوع والشبع فانا مش هحسب البروتين بتاعتي. حد يشرب معايا شاي يا جماعه؟ شاي، اتفضلوا، شاي من غير سكر. تقريبا انا نسيته. طيب،
فانا ساعتها هبتدي ان انا اديله البروتين للشبع مع الدهون الصحيه بتاعته على حسب طوله ووزنه وسنه وعلى حسب نشاطه كمان. هبتدي ان انا اديله نسبه الدهون بتاعته. بس انا عايزه اقول لكم برضو يعني عشان لو حد حابب ان هو يعملها بنفسه، هي لو انا همشي نظام اللو كارب العادي بيبقى 40% من البروتين، 40% من الدهون الصحيه، و20% من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات من المسموح بتاعي: اللبن، الزبادي، الفاكهة، الأفوكادو، المكسرات، الحاجات دي كلها. دي نسبة الكربوهيدرات بتاعتي اللي ما بتزيدش عن 20%. بالنسبة لي هو اللي عايز يخش كوهوست يا جماعة، عايز يخش كوهوست علشان عايز يدخل معانا في مقاومة الأنسولين، ولا عايز يدخل معانا في أي حاجة؟ لأن أي حاجة فبلاش نعمل هوستنج، لكن هنخش مع بعض إن احنا نتكلم في مقاومة الأنسولين من عينيا الاتنين زي انتصار كده بالظبط. طيب هنيجي تاني نتكلم ان هو 40% من البروتين، 40% من الكربوهيدرات، من 40% بروتين، 40% دهون صحيه، و20% كربوهيدرات من المسموحه. من المسموحه. واللي عايز نبعت له المسموحات والممنوعات يبعت لي. بس يعني ممكن دي بقى نستخدم فيها شات جي بي تي بدل ما احنا بنستخدمه في حاجات ملهاش اي 30 لازمه. بس برضو شات جي بي تي ساعات بتعدي منه كتير جدا فما بينفعش. يا محمود طارق، أت... اتكلم بكره في ايه؟ يعني ممكن تتكلمي بكره وقطعت. قولي اتكلم في ايه بكره وانا اتكلم على طول. انت اديني بس هنت وبص، حته صغيره وانا معاك على طول. قولي بس. طيب هنيجي نكمل تاني. خلص الشاي بقى. هو ايوه نكمل بكره. نكمل بكره. انت زهقت مني قوي كده يا محمود؟ يا نهار ابيض. يا راجل ده انا لسه ما خلصت كوبايه الشاي. ليه نكمل بكره؟ قولي طيب ايه الفكره؟ عشان فصلت. طب انا هقول لك على حاجه احلى، عشان انا عايزه اخلص مقاومه الانسولين النهارده، وبكره لو كان في اي اسئله ممكن نعملها. انا يعني ممكن ابقى اقطع. لا انا كده كده عامله فيديو اصلا عن مقاومه الانسولين. ممكن انزله على يعني واحد للكبار واحد للصغيرين. وهنزله ونشوف مع بعض. وانت لو عندك اي اسئله، ولو انا هطلع بكره اصلا، انا مش عارفه اذا كان هطلع بكره ولا لا. لو انا هطلع بكره، لو عندك اي اسئله ممكن اديها لك. ماشي يا محمود. ماشي. طيب نكمل. عشان محمود فصل يا جماعة، معلش. بس أنا لسه ما فصلتش. طيب تعالى نكمل بقى. طيب هنيجي نتكلم عن إيه؟ كنا بنقول إيه؟ محمود فصلني أنا شخصيًا أساسًا. طيب حلو. طيب 40 40 20 دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن النسبة المئوية من البروتين والكربوهيدرات والدهون من عدد السعرات بتاعتنا اللي إحنا بناخدها في اليوم. طيب أنا هاحسب عدد سعراتي إزاي؟ طبعًا عشان معظم الناس اللي بتتكلم معايا دلوقتي مش أخصائيين تغذية. ففي ممكن BMR calculator على على جوجل عادي. بتحط فيه الطول والوزن والسن والنشاط بتاعك، وبتختار بعد كده من تاني أو تالت اختيار حسب أنت عايز تعمل إيه. فساعتها أنت لمّا هيطلع لك تاني أو تالت اختيار، فأنت هتاخد عدد السعرات الحرارية اللي موجودة عندك دي، وتبتدي تضربها بقى في 40% و40% و20%. انسى الكلام ده خالص. تعالَ ننسى الكلام ده خالص. خلّينا إحنا بما إننا ماشيين مع نفسنا، خلّينا مع الجوع والشبع. بس أنا باقولها للناس اللي عايزة تعرف هي الفكرة جاية منين من الأول، إن عدد السعرات الحرارية بتاعتنا بتبقى عاملة إزاي وتقسيمتها عاملة إزاي. لإن مهم أوي للناس اللي بتعمل نظام السعرات الحرارية اللي هُم بيتكلموا عليه إن هو يعني هو ده النظام المتكامل المضبوط. فده ساعتها لازم يمشوا على نظام يعرفوا عدد السعرات بس ما بيقفوش عند ما ينفعش إن هُم يقفوا عند عدد السعرات بس. لأ هُم لازم يعرفوا عدد السعرات وتقسيمتها 50 30 20. 50% كربوهيدرات وده كتير أوي، كفاية عليهم 40. و30% من الدهون و20% من البروتين. ممكن ياخدوا شويه من 50% بتاعت من الكربوهيدرات ويحطوها في البروتين، فيخليها مثلا 40 40 30 30 مثلا. يعني اللي احنا بنتكلم فيه ما يبقاش فيه اي حاجه خارجه عن اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا بعتذر لكن علشان نلحق نخلص، علشان محمود فصل مننا. طيب ادوني اي رياكشن يا جماعه ان انتوا سامعيني ومعايا. يعني اي رياكشن كده، اي حاجه كده بتقول ان انا معايا حد.
انتوا قاعدين بتسمعوا شويه قلوب كده بس على خفيف، يعني ندينا كومنتات لو حد عنده اي سؤال في اي سؤال في اي حاجه بس يبعت لي. طيب نكمل. انا خلاص اكلت البروتين بتاعي للشبع، ما باكلوش لوحده، انا مش هاي بروتين. تاني، انا لو هاي بروتين انا عندي مشاكل في الكبد والكلى. لو انا مش هاي بروتين، لو انا هاي بروتين ما بروحش الجيم كويس جدا وبشرب ميه كويس جدا، بس انا مش هاي بروتين. احنا مودريت بروتين هاي لكن احنا لو بنتكلم على اللو كارب العادي فاحنا ساعتها مودريت بروتين مودريت فاتس. فنسبه الكربوهيدرات، نسبه البروتين والفاتس زي بعض 40 و20% من الكربوهيدرات. يعني مثلا انا هاخد ثمره فاكهه مثلا كوبايه زبادي ونص كوبايه لبن، فده خلاص انا ال 20% بتوعي خلصوا. او مثلا ان انا هاخد ثمره فاكهه مثلا وكوبايه زبادي وحفنه مكسرات اللي هو قد قبضه ايديا كده، الكاجو لا الحاجات يعني بيكون عين جمل لوز نيه حلوه قوي يعني، او سوداني او لب قد قبضه ايديا كده وهي مقفوله. اي حاجه تطلع بره ايديا دي بتبقاش معايا، مش قد قبضه ايديا، قد قبضه ايديا. طيب دي ال 20% من الكربوهيدرات المسموحه اللي انا ببقى عارف عليها. عملت حاجه بدقيق لوز مثلا، عملت كيكه مثلا بدقيق جوز هند، الكلام ده كله من نسبه الكربوهيدرات بتاعتي. طيب نكمل. ادي انا اكلت الوجبه بتاعتي، ببتدي ببروتين والدهون الصحيه، وبعدين باخد السلطه بتاعتي اللي هي نص طماطمايه، نص خيارايه، نص فلفلايه خضراء. اللي عايز يخش يا جماعه كوهوست معايا يكتب لي بس كومنت ان هو عايز يدخل كوهوست عشان هيتكلم معايا في حته اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يكتب كومنت وانا هدخله على طول، اول ما يطلع لي اعمل له اكسبت على طول. طيب نكمل. اخدت البروتين بتاعي مع الدهون الصحيه، ابتديت بيهم واكلت كويس قوي، وابتديت بعد كده ادخل الورقيات الخضراء اللي هي جرجير، خس، شبت، بقدونس، ملوخيه، سبانخ، اي ورقيات خضراء. ما لو انا بتكلم على السلطه مثلا هبتدي اعمل طبق سلطه، نص طماطمايه، نص خيرايه، نص فلفلايه خضراء وورقيات خضراء حلوه كده، واحط معلقه زيت الزيتون من نسبه الدهون بتاعتي، بس الطبق ده انا هاكله لوحدي. وهحط كمان ليمون علشان الورقيات الخضراء ابتدي امتصاص الحديد بتاعها يبقى احسن حاجه. وعلى فكره الناس اللي عندها انيميا كمان، اللي عندهم انيميا بيزودوا من اللحوم، من البروتين الحيواني، مش الورقيات الخضراء هي اللي هتديني النسبه الكبيره. ليه؟ لان امتصاص الحديد فيه هيم ونون هيم. امتصاص الحديد من البروتينات الحيواني اعلى بكتير ونوعيته احسن بكتير من الحاجات النباتيه. عشان كده دايما النباتيين بيبقى عندهم مشكله في الاحماض الامينيه الاساسيه اللي موجوده في البروتين الحيواني، فبيكون عندهم ضعف. وبيكون كمان عندهم مشكله في الانيميا، لان طبعا امتصاص الحديد من الحاجات النباتيه غير امتصاص الحديد من الحاجات الحيوانيه تماما. فانا بزود كبده، بزود مثلا يوم كبده مثلا كفايه، يوم لحمه حمراء كفايه قوي، عشان كمان لو كان اللي قدامي ده او انا بعمل نظام اللو كارب وعندي انيميا مثلا، بس عندي مشكله مثلا ممكن يكون عندي قابليه مثلا للنقرس فما يجيليش. فناخد بالنا كمان من نوعيه الاكل اللي احنا بنعمله، رد فعل جسمنا عليه كمان مهم قوي قوي. ده هنتكلم فيه في الكيتوجينيك دايت عشان هتبقى الامثله واقعيه شويتين. فهنيجي بعد كده نتكلم على ان خلاص انا اكلت البروتين بتاعي وطبق ابتديت بالبروتين والدهون الصحيه بتاعتي وطريقه الطبخ تمام، ما عنديش مشكله اعمل اي طريقه طبخ بتاعتك، مشويه، مقليه، مش عارفه ايه، بس مش بزيت غزير. والدهون بتبقى السمنه بلدي او زيت زيتون، زيت الزيتون بيتحط على النار لو كان اطفأ اولى على البارد. وكمان بنبتدي ان احنا يعني بنطبخ الخضار بتاعنا بالسمنه البلدي والطماطم مضروبه مش الصلصه. يعني احنا بنشيل اي مصنعات، اي معلبات، اي مواد حافظه من نظامنا خالص. ليه؟ عشان ده كمان بيزود مقاومه الانسولين وتكيس المبايض وتصلب الشرايين والكلام ده كله. احنا في غنى عن كل الكلام ده كله لما ننظف اكلنا زي ما بنقول. كلت، شبعت، ظبطت نفسي، كلت الفاكهه بتاعتي بعد الوجبه بتاعتي، انا ليا واحده بس، ممكن الواحده دي اقسمها على 2. فساعتها طبعا ممنوع العنب، البلح، التمر، ايه كمان، المانجا، التين، الحاجات اللي بتبقى فيها سكريات كتير قوي قوي. التمر بندخله بس بعد ما بنكون ظبطنا شويه، علشان نبتدي كمان احنا ما عندنا مشكله كناس مصريين او عرب كمان في الكميات.
احنا ما بتملاش عيننا الكميات. يعني عشان في حاجات مثلا بتكون مسموحه وانا بمنعها من الاول، علشان انا لو قلت لك مثلا لو جيت اديت لك مثلا مكسرات قد قبضه ايديك، او مثلا سوداني او اللي قد قبضه ايديك، مش هيملوا عينيك. بعد ما هتاكلها هبقى عايز تاني. فانا ساعتها بقول طب خليها بقى شويه لغايه لما ادخل جسمي في النظام اللي احنا فيه، وبعدين نبتدي ان انا ادخلها له كمسموحات عادي. وكمان عشان ابقى عارف رد فعل الجسم على الحاجه الجديده اللي انا بديها دي ايه، لو كمان لو عندي اي مشكله داخليه في جسمي ابتدي ان انا احلها سريعا. كلت وشبعت وحليت وظبطت الدنيا، ابتدي اشرب ميه، ابتدي اشرب مشروبات عشبيه كويس قوي، واشرب ميه كل ساعه، بشرب من كوبايه لكوبايتين. ما بشربش الميه بالك، يعني مش باخدش اللتر مثلا اللي هي 3 لتر فانا هشربهم دلوقتي واخش التويليت شكرا انا ما استفدتش منه، لان كمان العضلات بتاعتي بتستفاد من نسبه ميه من اللي بتخش. فانا ساعتها ببقى عايزه اقسم الميه بتاعتي على اليوم، وخصوصا في الشتاء. يعني احنا دلوقتي في الشتاء اهو، الناس كتير ما بتشربش ميه، وابتدي كمان تشرب اللي هي نسكافيه وقهوه وشاي والحاجات اللي هي بتضر البول اصلا، فيبقى عندهم مشكله في الكلى، وعندهم مشاكل كمان في تشقق الجلد والكلام ده كله. وطبعا ده احنا مش عايزين نوصل له اصلا. فلازم نشرب ميه من كوبايه لكوبايتين. هننزل الابلكيشن، انا الرخم ده اللي كل شويه بيدي صوت، هننزل الابلكيشن ومن كل ساعه من كوبايه لكوبايتين ميه. هاجي بعد كده مفروض ميعاد الوجبه التانيه، انا عامل صيام متقطع، مفيش اكل ما بين الوجبات. طيب انا جوعت، لو انا بجوع في الانظمه دي بعد ساعه او من ساعه لساعتين 3، يبقى انا مش جعان، يبقى انا لسه عايزه اعمل تيست الجوع، اللي هو بقوم من مكاني اشرب ميه وارجع تاني. بقوم من مكاني اخد زيتون اخضر مخلل او ميكس اخضر من اسود، اللي هي الماكسيمم 10 في اليوم. طبعا انا دلوقتي بتكلم مش كحسابات، انا دلوقتي بتكلم كجوع وشبع. واقعد مكاني. لو انا قعدت مكاني ولسه جعان، يبقى انا ميعاد وجبتي هقوم اكل وجبتي المتكامله، بروتين وكربوهيدرات والدهون بتاعتي بنفس السيكونس اللي انا اكلت فيه، اسمها وجبات. يعني انا لو عايزه اكل فراخ الصبح محدش هيقول لي حاجه، لو انا عايزه اقوم اكل سمك بالليل ما عنديش مشكله. انا عندي الوجبه عباره عن بروتين كربوهيدرات بدهون بالنسب بتاعتي اللي انا موجوده، بمنوعاتي ومسموحاتي اللي موجوده. فعادي جدا ان انا اكل اي حاجه من البروتين الحيواني في اي وقت. ده تقريبا بيكون ميعاد الوجبه التانيه. طب هعمل ايه؟ هاكل بقى، وممكن ازود كمان ملوخيه او سبانخ، او 5 معالق كبيره 6 معالق كبيره من كوسه او فاصوليا خضراء او بتنجان او باميه. البسله بتتعامل معامله البقوليات، البقوليات بتكون مره واحده بس في الاسبوع، والناس اللي عندها مشكله في القولون يا ريت توقف بقوليات فتره. احنا كده كده بناخد نسبه البروتين بتاعنا من البروتين الحيواني، فما عندناش مشكله ان احنا ناخد بقوليات، يعني عادي بتحصل. ابتدي اكل الوجبه بتاعتي. هاجي بقى الوجبه الثالثه دي، انا بتكلم على 12 ساعه. فهاجي الوجبه الثالثه بتاعتي دي، والله جعان باكلها، مش جعان ما باكلهاش. ممكن كمان ساعتها اخد واحده زبادي يوناني مثلا وثمره فاكهه وشكرا، قضيت. والمفروض ان انا بوقف اكل قبل ما انام بساعتين. هي دي فكره الصيام المتقطع واللو كارب ببساطه خالص خالص. طب هي هتعمل ايه في جسمي؟ هتبتدي الجسم يحرق الدهون الداخليه الموجوده، هتبتدي تديني شبع فترة طويلة، وشبع نظيف وطاقة نظيفة مستمرة وطويلة. هتبتدي تعودني ان انا مش النشويات هي احسن حاجة في الحياة، بالعكس لما اجي ادي الفري بعد شهر لما اجي ادي الفري بعد شهر، والجسم ابتدي اخد انا في حاجات كتير قوي ناس يعني في الفري دي انا هاكل كل حاجه، ده انا هبوظ الدنيا، ده انا هاخد كل حاجه انا كنت محروم منها. فتلاقي ان هم مش قادرين، طبعا ان المعده بتتقفل، فما ينفعش ان انا ابتدي ان انا اكبرها تاني بعد ما انا ظبطت حجمها. فخلاص بلاش نكبر حجمها، خلينا بقى حجمها تبقى صغير واكمل عليها. ده اللي انا بعمله، دايما كنت بقول ان هو بديل التكميم. انظمه اللو كارب بتبقى اسمها بديل التكميم، بتبقى بتاكل وبتشبع وبتخس. فساعتها انا باكل بشبع بخس، عندي طاقة مستمرة ونظيفة، عندي نشاط حلو قوي ببقى اعمله. وطبعا احنا بنعدي اول اسبوع او اول اسبوعين على فكرة ان هو خروج السكريات من الجسم بتبقى عاملة زي الادمان بالظبط، وفي ساعات صداع، في تعب، في زغللة، في عصبية، زي أول كام يوم كده في رمضان. أول كام يوم في رمضان برضو بيبقى.
طيب هو بيقول لي ان اللايف هي اند. فطيب خلينا ناند اللايف، مفيش مشكله. وانا مش عارفه هو اللايف دلوقتي في التيك توك بيند في ساعه. عشان يا جماعه بقالي كتير قوي بصراحه ما طلعتش لايف في التيك توك، فالدنيا اتغيرت والله. بس ما علينا. طيب احنا تقريبا لمينا مقاومه الانسولين و... وطبعا الناس بتوع مقاومة الأنسولين هينزلوا، بس مش هينزلوا زي الناس اللي ما عندهاش مقاومة أنسولين، لأن مقاومة الأنسولين بتخلي النزول بطيء شوية، بس بينزل زي فكرة الغدة بالظبط. الناس اللي عندها الغدة أو الناس اللي شايلة الغدة بتكون عندها كسل شوية في الحرق، إنما أنظمة اللو كارب بتكون كويسة حلوة قوي قوي معاها. بس الناس اللي عايزة تجرب أنظمة اللو كارب او اول مره تجربها بتكون اوكازيون، عشان اول مره غير تاني مره غير تالت مره. فعشان كده لما نيجي نخلص 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور نبتدي نبقى عارفين ان هو ده لايف ستايل مظبوط، علشان لما نيجي نخرج نثبت صح بقى، وما يبقاش في مشكله بعدين تحصل ل تحصل ل في ال لو ان انا عايز تاني فمش هيديني نفس الايفكت بتاع المره الاولانيه. فناخد الاوكازيون زي ما احنا بنقول كده على بعضه، ونبتدي ان احنا نمسكه كده، ونبتدي ان احنا يعني ناخد منه احسن حاجه بتبقى موجوده. في حاجات سايد افكت ممكن تحصل، في سايد افكت ممكن تحصل وهنتكلم عنها شويه في الكيتو، لان هي في الكيتوجينيك دايت بتبقى اكتر شويه، لكن في اللو كارب الجسم مش هيحس غير شويه اول كام يوم كده بس، اللي هي التعب والزغلله والكلام ده والعصبيه، اللي هو زي ما بيحصل في صيام رمضان بس. في الصيام المتقطع بلاش نخش زي تاني في الاكستريم للاكستريم. انا اخدت 12 ساعه ولقيت ان بعد ال 12 ساعه انا مش قادر، انا اقطع الصيام، وابتدي ان انا اقطع الصيام بتاعي بطريقه مظبوطه. وكمان احنا داخلين على رمضان هنعمل نفس الموضوع. بقطع الصيام بتاعي ازاي؟ خلاص انا هبتدي فتره الاكل بتاعتي اللي هي 12 ساعه 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات زي ما انا وقفت، وهبتدي ان انا ابتدي ان انا اكل البروتين تاني. الاول ابتدي بالميه، وبعدين اكل البروتين بتاعي والدهون الصحيه، وبعدين السلطه بتاعتي، وشكرا على كده انا خلاص الوجبه بتاعتي خلصت. لو عايزه اكل اي حاجه حلوه من الوصفات كمان اللي موجوده بتاعه اللو كارب ممكن اعملها برده، مفيش مشكله، دي من ضمن الاكل بتاعي. مفيش اكل ما بين الوجبات عشان مقاومه الانسولين، مفيش، وعلشان كمان الصيام المتقطع مفيش ان انا هخرج. ايه المشكله يعني؟ دي حاجه صغيره مش هيحصل لها حاجه. لو انا بره وعايز اكل مفيش مشكله خالص، باكل اي مشويات ما عدا الكفته والبرجر عشان ما اخرجش بس من الحاله بتاعتي اللي موجوده. انما الكفته والبرجر اعملها في البيت براحتي خالص، مفيش اي مشكله. فدي تلخيصه بسيطه كده للصيام المتقطع وانظمه اللو كارب. لو اي حد بقى عنده سؤال، او مثلا هو جرب قبل كده والتجربه بتاعته دي كانت ناقصه حاجه، او حس ان هي مش مكتمله، يبعت لي. او دلوقتي انا ممكن ندي مثلا 4 5 دقايق علشان نكون قفلنا الساعه زي ما بنقول، ونكون اللايف خلص. في اي حد يا جماعه عنده سؤال في اي حاجه؟ وفي اي حد ابتدى التحدي معايا؟ تاني الناس اللي ما شافتش التحدي ممكن تتفرج على ممكن تبص على الصفحة عندي، هتلاقي موجود الفيديو انا قصيته امبارح لفقرة التحدي. التحدي ان انا هبتدي ان انا اقلل الناس اللي بتاكل نشويات كتير، هبتدي ان انا اقلل النشويات والسكريات بتاعتي. بدل ما باخد مثلا طبق رز هبتدي اخد 3 معالق او 6 معالق بالكتير. بدل ما باخد طبق مكرونه هبتدي اخد 4 معالق او 8 معالق بالكتير. اخلي بدل الرز الابيض يبقى رز بسمتي معمول على البخار. نسبه الدهون بتاعتي تقريبا 3 او 4 معالق، وطبعا الناس اللي اوزانها اعلى من كده بتاخد اكتر من كده. طبعا انا بتكلم على الشبع برضو، يعني ابتدي بالبروتين بتاعي، وطبق السلطه اللي محطوط عليه زيت زيتون وليمون ادي بروتين ودهون، والسلطه بتاعتي بس هاخد البروتين شويه قبل كده. وبعد كده اي حاجه من الحاجات اللي انا عايزه اكلها او اللي انا مخففه ممكن اكلها، هكون خلاص انا شبعت اصلا وكلت نسبه البروتين والدهون بتاعتي اللي انا دي اهم حاجه في ان هي هتشبعني وان هي هتخسسني. وبعد كده ابتدي ان انا اخد الحاجات اللي انا هاخدها. ممكن ابدل العيش بتاعي بعيش دقيق الشوفان او دي لوز او دي جوز هند، برضو وصفاته كتير قوي، وبرضو كتابي موجود فيه الوصفات دي كلها. لو حد بس حابب ان هو يطلبه يبعت لي وانا هطلبه له ونشوف. هنعرف ان احنا، او ممكن يجي ياخده من معرض الكتاب الدولي. هو يعني خلاص الشهر الجاي هيبقى موجود الكتب بتاعتي كلها في المعرض. وهبقى اقول لكم برضو في انهي دار، لان انا المره دي عندي 2 دار ليا في الكتب بتاعتي. طيب ها يا جماعه، محدش عنده اي سؤال في اي حاجه؟
اي سؤال يا جماعه؟ محدش عنده عايز يسال اي حاجه في اي حاجه؟ هم؟ نقفل اللايف؟ طب اي رياكشن؟ طيب، واضح كده ان الناس كلها ما عندهاش اسئله تقريبا، واللي برضو عنده اي سؤال ممكن يبعت لي مسج برايفت، واكيد انا هرد عليه من عينيا الاتنين. استنوني بقى في اللايف الجديد ان شاء الله هنتكلم فيه عن الكيتوجينيك دايت. وبرضو لو اي حد عنده اي اقتراحات عايز ان انا نتكلم فيها في الدايت او في الكوتشنج برضو، كعلاقات بقى،